السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوانا حبايب الله، أهلا وسهلا بكم. يا سيد، أنا عاوز أعرف سنن يوم الجمعة بس بالتفصيل. أولا، إحنا في ليلة الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي العدنان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دي سنة ثابتة عن رسول الله، فهو القائل يوم الجمعة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فأكثروا من الصلاة عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله كيف نكثر الصلاة عليك وقد أرمت بمعنى مت دفنت؟ قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بتوصل صلاتك عليه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أما في يوم الجمعة احنا ذكرنا ليلة الجمعة، أما في يوم الجمعة الاغتسال، انك تغتسل وانك تطيب اي تتبرفن بكده، ريحة تكون عندك ما شاء الله جميلة ظريفة حلوة خفيفة كده، تبقى حاجة ان شاء الله رائعة يعني. تالت حاجة، لبس أحسن الثياب، تلبس أنظف حاجة عندك كده، أفضل جلبية، أفضل مثلا إتناء ولا نقاب للبنت لو حابة تنزل تصلي يعني. بس طبعا البنت مفيش برفان، حرام شرعا. طبعا لو البنت عاوزة تنزل تصلي، أي المرأة يعني كبيرة أو صغيرة، تنزل بحجاب كامل شامل كامل كده، تنزل إن شاء الله لا بأس. بس هتسألنا عن أفضل الصلاة لها في البيت طبعا. رابع حاجة أو الخمسة مش فاكر بالظبط، التبكير إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل جدا، قال لك إذا أردت أن تغفر ذنوبك، فبص مش متذكر معنى الحديث، أنا كنت متذكر أوتار من دماغي، بس إنك تبكر لصلاة الجمعة. طبعا دي من السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تبكر للجمعة، والتبكير للجمعة ليه فضل عظيم. طبعا حديث اللي انت عارفينه، أنا من جاء في الساعة الأولى فله كذا، ومن جاء في الساعة الثانية الثالثة الرابعة لحد بيضة، من دخل قبل الأذان على طول فله بيضة. خلاص الحديث طبعا معروف، وأنا لخصت على السريع كده. يبقى احنا لازم نبكر للصلاة، وحاول تصلي ورا خطيب تستفاد منه، ما تصليش ورا خطيب معتاد انك الكلمتين تحفظهم، لا، حاول تغير، اطلب علم. انت شخص عاوز تيجي تروح لخالد عشان تستفاد معلومة، اسعى له. النبي صلى الله عليه وسلم قالك إذا أردت أن يغفر لك ذنبك فأكثر من الخطأ إلى المساجد وأنت على طهارة وأنت على وضوء، تكثر من الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. خلاص، فده كله طالما أنت منتظر الصلاة فأنت في صلاة. خلاص الحديث كده ذكرته، معلش أنا كان ضار مني، معلش متأسف. سادة الحاجة أو مني أنا، إنك تدل على الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فالدال على الخير كفاعله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. وكل واحد هيعمل بكده تنزل حسناتك. وأكثروا من الصلاة على النبي، ما تنسوش، وجزاكم الله خيرا.